لاعب يعتبر من افضل اللاعبين على مستوى تاريخ كرة القدم، لاعب حرفيا كثير ناس لما تشوف مهاراته تقول لك يا عمي هذا اللاعب لا عمي مش طبيعي، استعراضي مهاري ولاعب حرفيا الاغلب بيحبه، يعني لاعب محبوب وما زال لساني مش قادر احكي لكن مضطرين نعمل فيديو صراحة. اليوم راح نحكي قصة رونالدينيو وانهيار رونالدينيو وليش انهار من الاساس رونالدينيو. صلى على النبي ونحكي بسم الله وتوكلنا على الله. رونالدينيو يعتبر من افضل اللاعبين على مستوى تاريخ كرة القدم بالرغم انه مستواه قوي جدا، ولكن المسيرة الاحترافية او عدد السنوات الاحترافية ما كانت كبيرة جدا. يعني رونالدينيو ما استمر الفترة الطويلة الكبير اللي ممكن تحكيها 7 8 يعني استمراريته عدم صفر. رونالدينيو ولد في 21 مارس 1980 21 مارس 1980 ولساني مش قادر احكي هذا لاعب ولد في البرازيل، اكيد يعني بالبرازيل، بمدينة بورتو أليغري. والده لاعب كرة قدم واخوه كمان لاعب كرة قدم، يعني سهلوا عليه المهمة بانه يصبح لاعب كرة قدم. بدأ في نادي جريمو البرازيلي، وهذا اللاعب لفت الانتباه بكل العالم، الكل كان يحكي يا عمي شو هذا اللاعب مش طبيعي، شوفوا مهارات هذا اللاعب ايش ايامها زمان. عمل كثير شغلات مع جريمو البرازيلي من مهارات واستعراضات لفتت الانديه الكبرى في اوروبا، حتى وصل في عام 2001 تعاقد مع باريس سان جيرمان. بعد حرفيا ظهر بمستوى غير طبيعي رونالدينيو مع باريس سان جيرمان، ولكن كان يفوت بخلافات كبيره جدا ومشاكل مع مدرب باريس سان جيرمان وقتها، لانه رونالدينيو كان يحب السهر، كان يحب الشغلات الخارجه عن اطار كره القدم، السهر ل5 الصبح ل6 الصبح، ويعني كان مزاجي انه يجي على التدريب متى ما وده من هاي الامور. دخل في مشاكل وبعد ذلك اضطر رونالدينيو لكي ينتقل من باريس سان جيرمان الى نادي برشلونه في عام 2003 بصفقه كلفت وقتها 30 مليون يورو. ورونالدينيو وقتها عمل العجب مع برشلونه، لفت الانظار بمهاراته بقدراته، وكل كان يحب انه المباراه تنتهي 5-6-0 عشان نشوف رونالدينيو تقريبا في اخر 3 ساعات ولا في نص ساعه يعمل لك مهارات استعراضيه. لحتى المدافعين اللي كانوا يواجهوا رونالدينيو 1 ضد 1 يخافوا، يقول لك يا عمي نحن بعدين راح ننتشر على اليوتيوب يشوفونا مقاطع. حرفيا كان اي لاعب قدامه للاسف يطلع شكل اللاعب انه مش لاعب كره قدم ابدا، بمراوغه استعراضيه راح تبقى للابد. لاعب يعتبر من افضل اللاعبين على مستوى تاريخ كره القدم، لدرجه انه برشلونه بقي 7 سنوات ما فاز على ريال مدريد. لما اتى رونالدينيو فاز على ريال مدريد. وقت قال مارادونا في عام 2006 في تصريح شهير رونالدينيو اقترب قليلا من مستواي. تخيل ان مارادونا اللي في ناس كثير يعتبروا مارادونا افضل لاعب في تاريخ كره القدم حكى بانه لا يا عمي رونالدينيو والله الصراحه قرب على مستواي. بعدها بلش رونالدينيو بعد عام 2006 لما اخذ جائزه البلندور افضل لاعب في العالم، وفي عام 2006 اكيد في كاس العالم ما قدموا هالمستوى الكبير جدا اللي هو المنتخب البرازيلي. بعد رونالدينيو سلامتك وتعيش، بدا ينزل مستواه، السهر للساعه 5 ياتي على التدريبات. الاغلب يقول لك بان رونالدينيو كان ياتي على التدريبات يعني مش صاحي ابدا، كثر ما سهر ومن كثر ما تعاطي ومن هاي الامور. رونالدينيو للاسف بعدها اضطر برشلونه بان لا يا عمي نحن مش محتاجين هذا اللاعب اللي مزاجي جدا يسهر لا يحضر التدريبات، وايضا كمان بالرغم هيك انه رونالدينيو كمان كان يقدم في ارضيه الميدان. يعني شوف قديش الموضوع بان رونالدينيو كان يمتلك موهبه غير طبيعيه. حتى بعدها انتقل لاي سي ميلان، ما قدم الشيء الكبير، عاد للبرازيل لعب مع اتلتيكو مينيرو، لكن بعد ذلك انتهت مسيره رونالدينيو. فشوف انا احكي لك تقريبا عن 2 و3 سنين رونالدينيو عمل فيها شغلات كبيره جدا بالاستعراض بالمهارات اللي لحد الان محفوره في ذاكرتنا، لكن الناس في كثير ناس يصنفوه من افضل اللاعبين في تاريخ كره القدم، وانا ما الومهم الصراحه. ليش؟ لانه رونالدينيو عمل اشياء يعني خارج عن المنطق في كرة القدم، كان يلعب بالكرة بشكل مش طبيعي يخليك تصفن انه هذا اللاعب وهذول اللاعبين والايش اللي خلى رونالدينيو ينهار انا احكي لك ايش. رونالدينيو بعد 2005 يا عمي شاف حاله بانه انا يا عمي قاعد اعمل انا كثير ناس يلقبوني بافضل لاعب في تاريخ كرة القدم ومن هاي الامور، فما كان شايف انه ضروري جدا انه يستمر او انه ينافس على اشياء جديده في كره القدم. حقق افضل لاعب في العالم، حقق معظم الالقاب، قال لك يا عم انا ليش انافس؟ خلاص انا حققت معظم الالقاب. ولكن بعدها اتى ميسي ورونالدو. ميسي ورونالدو استمراريه الكبيره جدا، استمراريه المرعبه اللي ما في اي لاعب صعب اي لاعب يوصلها. بعدها شاف انه انسحب منه الاضواء من خلال ميسي ورونالدو بعد تقريبا بعد 2006، فقال لك يا عم ليش انا تعب حالي؟ وهم من الاساس ايام ما كان في السطوه ما كان يتعب حاله، ما بالك لما دخل عليه منافسين من افضل المنافسين في كره القدم. ايضا كمان غياب القدوه، رونالدينيو ما كان في عنده قدوه يقول لك يا عمي انت تمتلك موهبه مش طبيعيه كمل على هذا المنوال، كمل لانك انت لاعب من اللاعبين الاساطير. فغياب القدوه، دخول ميسي ورونالدو، وايضا غياب الوعي الداخلي، يعني تحس انه رونالدينيو ما كان واعي بانه يمتلك هذه الموهبه الكبيره جدا. كثير من مصادر صحفيه ولقاءات رونالدينيو قال لك انا ضيعت حالي بحالي، وحرفيا هو ضيع حاله بحاله. وانت احكي لي برايك ما هو السبب الذي ادى لضياع هذه الموهبه الكرويه التي لا تتكرر كثيرا في عالم كره القدم؟ وصل على النبي واشترك في القناه وحط لايك في تواصل في السلام عليكم. وهذه في قصه الجمعه بالنسبه لي قصه رونالدينيو مع قصه انهيار رونالدينيو. سلام من الله عليكم.